لما يكون ربنا بيحبنا والوحيد اللي يعرف مدى حبنا لأولادنا وأحفادنا، لماذا يسمح الله بإصابتهم رغم صغر سنهم؟ ملائكة ما لهمش ذنب ولا خطأ، ويسمح الله بعذاب وألم يفوق سنهم ونتألم نحن من أجلهم. دي المشكلة دي بيستعملها عدو الخير علشان يفقدنا إيماننا. ليه؟ أنا معرفش ليه. لأن ربنا كل أموره بعيدة عن الفهم وبعيد عن الاستقصاء، يعني تقدر تفهمها ولا تستقصي عنها يعني. ده أول حاجة. تاني حاجة، احنا مش عمرنا ما بنقول ربنا ليه، احنا بنقول له ثانك يو، بنقول له شكرا، بنقول له أشكرك يا رب على اللي انت بتديهوني. بتديهوني أنا، تديه لابني، تديه لحفيدي، كل اللي بتديهولي يا رب أنا راضي بيه. ممكن يكون ربنا سامح بألم طفل صغير علشان يغير حد كبير، عشان أبوه وأمه يقربوا لربنا. أبوك بقول يبقى ربنا سامح بكده علشان يخلي حد تاني معين يفوق ويرجع ويطلب ويتذلل ويعيط. ساعتها ربنا يقول له أنا فرحان بيك. ممكن ربنا يكون سامح علشان يعلم أهله فضيلة معينة. يعني أنا أفتكر كنت مع حد أعرفه، وكانت البنت عندها كانسر، وكانت بتصرخ جامد جدا من الألم، وأمها عمالة تعيط وتقول لي أرجوك يا ابونا صلي لها، أرجوك صلي لها. قلت لها أنا بصلي لها. قالت لي لا، صلي لها إنها تخف. قلت لها لا، أنا هصلي لها لتكن مشيئتك يا رب. قالت لي لا، مش عاوزاه ياخدها. قلت لها طيب يبقى لازم تصلي معايا، ولازم تسلمي، ولازم تقولي له يا رب أنا سلمت حياة بنتي في إيدك، لو عاوزها خدها، لو عاوز تخليها اشفيها، اللي انت عاوزه اعمله، أنا مش بختار، انت اللي بتختار. قالت لي لا، مش هقدر أصلي كده. خلاص، أول ليلة تاني ليلة البنت عمالة تصرخ بجنون، والألم فظيع، والمورفين مش عامل حاجة. تالت ليلة الأم ما استحملتش خالص، فراحت قالت لي خلاص يا ابونا، صلي اللي انت عاوزه. قلت لها هتسلمي؟ قالت لي هسلم. خلاص تعالي نصلي سوا. ورحنا راكعين وقعدنا نصلي وقلنا له يا رب لتكن مشيئتك، اللي انت عاوزه يا رب اعمله مع بنتك، عاوز تاخدها خدها، عاوز تخليها، المهم لتكن مشيئتك. بعد ما صلينا بحاجة بسيطة، البنت دخلت في يعني نوم هادي كده بطريقة غريبة قوي. وتاني يوم الصبح ابتدت تتحسن، بعديها بيومين كانت خفت من الكانسر، ما تسألنيش ازاي، وخلاص وبقت كويسة وكبرت واتجوزت وكل حاجة زي الفل، وكأن ما كانش فيها حاجة قبل كده. فجايز ربنا كان جايب الكانسر للبنت الصغيرة دي بس عشان يعلم مامتها how to surrender، أو ازاي تسلم كل حاجة في ايدين ربنا، تعيش حياة التسليم، بدل ما هي فاهمة حياة أو بتتكلم عن حياة التسليم بس ما بيحصلش إنها بتسلم لما تيجي الأمور تيجي ناحيتها هي. فممكن ربنا يكون بيعلمني أو بيعلمك أو بيعلم أهل الطفل ده إنهم حاجة جديدة في حياتهم، فضيلة لازم يجيبوها، وربنا عاوزهم يجيبوها حتى لو عن طريق اللي بيحصل للأطفال. بالنسبة للأطفال واللي بيحصل معاهم بقى، أو الألم اللي احنا بنتكلم عليه، أول حاجة الأطفال بتنسى بسرعة الألم دي، يبقوا بيقعوا وتتفتح دماغهم وهو نسي بعديها بساعتين إن هو دماغه اتفتحت واتعمل ليها 10 ستيتشز مثلا ولا حاجة، فهم بينسوا. دي حاجة. الحاجة التانية، لو ربنا كمل وراح يعني عمل بعد الشر وربنا ما يسمحش، يعني أخذ طفل من الأطفال، فده الطفل ده هيخش السماء بلا نقاش، إنه لسه ما عملش خطايا خالص، ويبقى ربنا بيحبه قوي 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 إنه خده. يعني هو ساعات صعب على أهله، بس هم لو فكروا فيها، طب ما أنا جبت الطفل ده علشان يكبر، ولما يكبر يعرف ربنا، ولما يعرف ربنا يخش السماء.
طب حلو خالص. هو وهو صغير خالص لسه طفل دخل السماء، يبقى وصلنا للي احنا عاوزينه خلاص. يبقى مفيش داعي يعني نتعب ولا نتضايق، اقول اهو ابني دخل السماء، هو ده اللي انا عاوزه، ان ابني يجي جه فرح قلبي شويه وطلع السماء. يبقى حتى لو حصل كده وربنا بيبص للنهايه، انظروا الى نهايه سيرتهم، مش بدايه. البدايه تكون زي ما تكون، بس المهم النهايه تكون زي ما احنا عاوزين، وفي الاخر ندخل السماء او احبائنا يدخلوا السماء.